قال المصنف رحمه الله: وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. هذا مثال لكمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاته للنفوس، نفوس من يعاملهم ومن يتعاملون معه، وجبره عليه الصلاة والسلام للخواطر. فهذا الصحابي الجليل الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه الصلاة والسلام، لم يقبله، رده لم يقبله. وكان سبب الرد أنه كان عليه الصلاة والسلام محرما، والصيد إذا صاده المرء للمحرم، إذا صاده للمحرم لا يحل المحرم، لكن لو صاده لنفسه ما قصد به المحرم يحل للمحرم. لكن هنا رده عليه الصلاة والسلام كأنه علم أنه صاده له للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لما رأى ما في وجهه. ما الذي في وجهه؟ تأثر أن هديته ردها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلها، ومعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد الهدية بل يقبلها، فتأثر من ذلك. لما رأى التأثر على وجهه ما تركه، مع أن رده عليه الصلاة والسلام له سبب شرعي أنه لا تحل له، فما تركه. قال لما رأى وجهه قد تأثر قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، إلا أننا محرمين ولا يحل لنا. هذا من كمال الخلق. الآن بعض الناس في مثل هذا إذا عامل شخصا معاملة فغضب المعامل لسوء فهم منه لما كان من أخيه، هذا يحصل كثير. يعني يغضب الإنسان وبسبب الغضب أنه ما فهم، يعني ما فهم كلمة قال أخاه أو موقف من أخيه. فتجد كثير من الناس ما يتلطف معه ويفهمه، يتركه على غضبه، ما يقول له: يا أخي لم أقصد كذا، وإنما تجد يقول في نفسه: ما دمت أنا لست مخطئ ليغضب إلى ما شاء. هذا كثير من الناس هذه طريقته، أنا يقول ما أخطأت، يريد يغضب على كيفه. لا، السنة إذا أحسست أنه غضب منك لشيء لم تقصده بينه له. السنة إذا غضب منك أخيك لشيء لم تقصده في قول أو معاملة فبينه له، لا تبقي في نفسه شيئا. هذا من السنة، وهذا مستفاد من هذا الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحكم بالعلامة، لقوله: فلما رأى ما في وجهه. لما رأى ما في وجهه علم أنه متأثر. نعم. قال: وفيه جواز رد الهدية لعلة، والاعتذار عن ردها تطيبا لقلب المهدي. نعم، رد الهدية لعلة، مثل هدايا العمال لا تحل إذا كان في وظيفة أو أستاذا ويأتي الطالب يهديه، أو مديرا فيأتي المراجع فيهديه أو نحو ذلك، فيرد الهدية ويبين ما جاء في السنة أن هدايا العمال غلول لا تجوز، فيردها ويبين العلة. نعم.